بنقوم كده ساعات الصبح محتاجين ناكل حاجة حلوة جنب فنجان قهوة أو كوباية الشاي. بس طبعا مفيش وقت. وكمان لو جالنا ضيف كده على غفلة بنبقى عايزين برضو نعمل حاجة حلوة وما بيكونش عندنا وقت أو إمكانيات. عشان كده عملت معاكم الكيك ده، كيك المج. كيك في دقيقة أو دقيقتين بالكتير، يعني دقيقة تحضير ودقيقة يستوي فيها وخلاص هيكون جاهز. كيك رهيب، فخم جدا، طعمه حلو جدا. أنا بسميه بالنسبة لي كيك الأزمات، يعني في اي وقت كده اكون محتاجة اكل حاجة زي كده او يجيلي حد زي ما قلت لكم، بيتعمل في دقايق معدودة وبس. معاكم هلا ابو بكر. يا ريت لو عجبكم الفيديو شايفين المحتوى بتاعي هادف وبيفيدكم، اللايك والشير علشان تدعموني والفيديوهات توصل لاكبر عدد من الناس. تعالوا بينا نقول بسم الله ونشوف هنبدأ ازاي. اولا بقى، ومن السهولة جدا ان انا هشتغل كل حاجة في المج اللي هسوي فيه الكيك. عندي بيضة بدرجة حرارة الغرفة وهبتدي اضيف عليها السكر. السكر هنا المفروض ان هو 4 معالق، بس انا مش بحب السكر كتير في الكيك، فهحط معلقتين بس. بس اللي بيحب السكر زيادة يقدر يحط 3 أو 4 معالق كمان. كمان عندي هحط 4 معالق كبار من اللبن. الحليب من سهولتها كمان ان كل حاجة بالمعلقة، يعني هي متساوية 4 معالق من كل حاجة تقريبا. بس احنا بقى بنزود اللي احنا عايزينه وبنقلل اللي احنا عايزينه زي السكر كده بس. يبقى حطيت 4 معالق من الحليب، وكمان هحط 4 معالق كبار من الزيت. نقدر نستبدل الزيت بالزبدة طبعا السايحة، نحط 4 معالق كبار منها. بس أنا بحاول أعملها بتكلفة قليلة جدا وبسهولة، وبأي حاجة عندنا متوفرة في البيت زي ما اتفقنا. هنعملها في دقايق، فمش عايزين نفكر وندور ونستنى نشتري حاجة من بره. بس كده خلاص. كده كل المكونات السائلة عندي بقت جاهزة. هضيف كمان كيس من الفانيليا، ولو مش عندنا فانيليا نقدر نستخدم نص معلقة صغيرة من الخل. هبدأ بقى في نفس المج بتاعي اللي هسوي فيه أضرب الكيك كويس جدا بالمضرب اليدوي بتاعي العادي. تمام كده. أول لما أحس كده المكونات كلها اختلطت والسكر بدأ يدوب عندي، خلاص كده يعني الوقت مش هياخد مني وقت كبير خالص. خلاص. نيجي بقى المكونات بتاعتي الجافة اللي هو الدقيق. هحط 4 معالق كبار من الدقيق، وهنا الدقيق بتاعي العادي جدا. هحط كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر أو نص معلقة من البيكنج باودر كبيرة. وما ننساش بقى رشة الملح الصغيرة. كمان هحط بقى عندي معلقة كبيرة من الكاكاو الخام. وبعد ما ضفنا الكاكاو بقت عندي كل المكونات الجافة عندي جاهزة. هبتدي بقى أنخلها. وليه نخلتها؟ عشان تديني كيك هش جدا. النخل كله بتاعي مش هياخد معايا لحظات، بس هيديني قوام حلو جدا للكيك بتاعي. هشاشة كده، طراوة. ودي نستخدمها في عموما في اي كيك اذا حابين نطلعها ممتازة. نقدر نحطهم من غير ما ننخلهم، ايوه جدا عادي مفيش مشكلة. بس انا بدور على نتيجة افضل دايما. خلاص كده نخلت المكونات الجافة اللي عندي. الكيك عندي بقى جاهز على ان اقلبه كويس جدا مع بعضه. طبعا هبدأ اقلب لحد ما الكاكاو والدقيق يختلطوا مع المكونات السائلة اللي عندي كويس قوي، ما يبقاش فيه اي كتل ولا اي كلاكيع. اقلب كويس جدا. وطبعا واحنا بنقلب كده هتلاقوها بدأت بقى تاخد شكل وقوام الكيك العادي جدا اللي بنعمله وبنحطه في الفرن. حلاوة الكيك ده ان هو سريع، ومش بس سريع، لا طعمه حلو جدا. يعني كمان يعني ما عملناش اي حاجة والسلام، لا عملنا كيك محترم. بصوا بقى، انا قلبت كويس جدا لحد ما القوام زي ما انتوا شايفين اهو بقى عامل زي الصوص التقيل شوية. خلاص كده تمام. كده بقى الكيك عندي جاهز. اقدر ادخلها الميكرويف كده. بس انا بقى بحب اضيف اضافات كده حلوة. الاول هنضف المج بتاعي. نقدر جدا زي ما قلت لكم لو مش عندنا اي اضافات، خلاص كده الكيك بالنسبة لي جاهز وهيطلع جميل جدا. انا بقى بحب اضيف جواه شوكولاتة وحاجات كده ادلعه يعني.
مكعب كده من الشوكولاتة. انا حطيته بس هو ما اتصورش للاسف. وكمان هحط عندي بسكوت شوكولاتة، اي حاجة بقى عندي انا عايزة اضيفها. نقدر زي ما قلت لكم ما نضيفش اي حاجة. انا بحب اكسر جوه الكيك ده بسكوت شوكولاتة زي ما انتم شايفين كده. وبحب احط اي نوع بسكوتات عندي آه، تزود يعني الشكل والطعم بتاع الكيك بتاعي. كمان عندي بسكوت محشي كده شوكولاته ومتغطس في الشوكولاته البيضاء، بحطه بقسمه نصين وبحطه. عندي البسكوت البسكريم، اي انواع من البسكوتات او الشوكولاتات عايزه احطها بقى في الوقت ده هحطها عادي جدا، مفيش عندي مشكله. وزي ما قلت لكم برضو نقدر ندخله كده ساده الميكرويف ويستوي. خلاص كده الكيك عندي جاهز. هحطه بقى في الميكرويف على دقيقة واحدة بس، مش اكتر، دقيقة واحدة بس هيكون مستوي معايا. بس كده بصوا بعد دقيقة طلع بالجمال ده، رهيب جدا جدا جدا. انا شايفة انه مش محتاج اي صوصات من على الوش ولا اي حاجة، هو كده جميل جدا ما شاء الله. بصوا بقى من سهولته نقدر نعمله كمان للولاد الصبح يفطروا بيه قبل ما يروحوا المدرسة. جميل جدا وسريع جدا وطعمه مميز جدا، كيك كله غني بالشوكولاتة. وبكده اكون خلصت وصفة النهاردة، بس في وصفات كتير لسه ما خلصتش. يلا بقى لايك وشير الفيديو لو استفدتوا منه، وكمان اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واقول لكم مع السلامة.